السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل صينية فراخ بالعسل والليمون، ان شاء الله طريقة تنال اعجابكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت ما ننساش نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا 4 وراك غسلينهم كويس قوي ونقعينهم في مية وليمون ودقيق وشاطفينهم كويس جدا ومصفينهم. معايا كمان حوالي 4 بصلات مقطعهم شرايح صغير كده، ومعايا حوالي 3 قرون من الفلفل برضو مقطعهم شرايح، و7 فصوص من التوم قطعتهم صغير كده بالسكينه. تقدروا تدقهم في الهون برضو مفيش مشكله. هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البهارات المشكله، معلقتين صغيرين من الكاري، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من قرفه البودر، ونص معلقه صغيره من الكزبره البودر الناشفه، ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الحبهان البودر، والورق اللوري البودر، والكوبيبه الصيني. التلاتة دول ضربينهم على بعض. معايا كمان معلقه من العسل الاسود، معلقه كبيره كده محترمه، وعصره ليمونه كامله. كل المكونات دي بسيطه جدا موجوده عندنا في البيت، وطريقه جميله جدا تحفه. جربوها وان شاء الله هتنال اعجابكم. انا واثقه جدا ان الطريقه جميله وان شاء الله هتعجبكم. هنمسك بقى كل المكونات ديت وهنفركها كده بحيث ان البصل يتبل هو والفلفل بعصارة الثوم وشوية توليفة التوابل اللي احنا عملناها. هفركها كويس جدا لحد ما احس ان البصل نزل ميته واتبلت بكل التوابل الجميلة اللي احنا عاملينها دي. توليفة التوابل ديت روعة روعة، يعني هتلاقوا وصفات كتير قوي لصينية الفراخ بالبصل المكرمل. هتلاقي ناس كتيرة مستعملة توابل كتيرة، بس بصراحة التوليفة دي رهيبة رهيبة رهيبة. هي تشبه صينية الفراخ بالبصل المكرمل. الطريقة بتشبه طريقة الفراخ بالبصل المكرمل، بس الطريقة ديت خطيرة هتعجبكم جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا البصل كان اتبل ونزل ميته. هنمسك بقى الوراك ورك ورك كده، ونمسك بقى التوليفة اللي احنا عملناها ديت ونفرك بها الورك كويس جدا من بره ومن جوه، ونحشي تحت الجلد. شايفين الطريقة؟ مفيش ابسط من كده. تقدري تعملي الصينية ديت بكذا طريقة. انا اخترت اسهل حاجة. طبعا انتي لو مستعجلة، لان الفرخ هتقعد في تتبيلة بتاع 2-3 ساعات. كل ما قعدت في التتبيلة دي اكتر كل ما كان طعمها اروع. طبعا لو مستعجلة وعندك عزومة او جالك ضيوف، ممكن تعملي البصل والثوم والفلفل تشوحيهم كده في معلقتين سمنة على النار، وتمسكي الوراك نفسها تتبليها بالتوابل بس. يعني تعملي التوليفة دي على بعضها وتمسكي الفراخ من غير بصل من غير اي حاجة، وتفركي بيها الفراخ كويس قوي. طبعا بعد ما تكون غسلين الفراخ ومنضفينها ومصفيينها كمان في المصفى ما يبقاش فيها نقطة مية. دي صينية الفراخ بتاعتنا. نزلت عليها بطاطساية انا مقطعاها شرايح. يا خرابي ويا نهاري على طعم البطاطس لما بتشرب من التوليفة ومية البصل. طعمها روعة روعة روعة. هتسيبوا الفراخ وتاكلوا البطاطس. طبعا شوية مرتم اللي كانوا متبقيين معانا هنحطهم على الوش كده. طبعا الصينية ديت احنا مش هنحط لها ولا نقطة مية، هي كده هتستوي بما فيها. طبعا البصل انتوا عارفين ان هو بيبقى فيه مية كتير. تمام كده الصينية بقت جاهزة. هننزل بس عليها بحوالي ربع كوباية كده من الزيت على الوش. طبعا احنا لحد دلوقتي ما حطناش لها اي مادة دهنية خالص. هننزل بحوالي ربع كوباية يا ربي من الزيت، وربع كوباية من الخل. طبعا اي حاجة فيها طيور لحوم خل مفيش كلام. جربوا الخل في الفراخ وان شاء الله يعني هتطيروا بطعم الفراخ بعد كده. ده شكل الصينية بعد ما سبتها حوالي 4 ساعات متبلة بتتبيلتها في التلاجة. شايفين المية اللي نزلت منها؟ المية ديت بتاعة البصل بعد ما دبل ونزل كل ميته. طبعا لونها متغير بسبب توليفة التوابل اللي هي فيها. هنغلفها بقى بورق فويل حراري عشان ندخلها الفرن. طبعا انا بوريكم ان الفويل خلص، وهنسكت بقى كده وهنقول خلاص الموضوع انتهى. لا طبعا هنتصرف. هنجيب اي غطا حل عندي وهغطي بيه الصينيه،
بالظبط كده، وادخلها الفرن عادي. هسيبها بقى على الشبكة، هي اخدت معايا ساعة الا ربع على نار متوسطة، وما حطيتش ليها اي مية خالص. ده كان شكلها بعد ما خرجت. جبت لها حتة فحماية، طبعا تقدري تستغني عن الخطوة دي تماما، بس الفحماية بتفرق جدا في طعمها. طبعا طفيت الفحماية بنقطة من الزيت، لا لو في كمان تقدري تطفيها بمعلقة من السمنة هيكون افضل، يعني السمنة بيبقى طعمها اجمل جدا من الزيت. بس عملت الحركة دي حوالي مرتين او 3، وده كان شكلها بعد ما خرجت من الفرن وشربت من طعم الفحم. شكلها خطير، طعمها اخطر. البطاطس اللي فيها جميلة جدا. طبعا هي كانت مستوية كهرمان ودايبة، يعني انا لو لمست الدبوس كده هتلاقيه طلع من قلب الورك. وشرايح البطاطس كمان كانت دايبة دوب وطعمها جنان، بجد كان طعمها خطير جدا. جربوا الطريقة دي في الفراخ وابعدوا شوية عن الطرق التقليدية، وانا واثقة ان هي هتعجبكم وهتنال رضاكم. وفي نهاية الفيديو بتاعي بجد بجد اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم. وشكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.